دكتور محمد غنيم، نرحب بيك معانا في دوشة فن. النهارده العرض الخاص لفيلم حديد، حضرتك مشرف النهارده بتقول ايه؟ اهلا وسهلا، شكرا جزيلا، اهلا وسهلا. جاي تتفرج على الفيلم؟ طبعا جاي اتفرج على الفيلم وجاي اقول خلاص هنرجع بالفن الكويس تاني، ومبروك علينا، مبروك لعمرو سعد صاحبي وحبيبي واخويا، وانا جاي اقول له عايزين كمان، عايزين احسن، عايزين نرجع نقول الفن راجع تاني، عايزين نقول زي ما كنا من 50 سنه تاني دخل لمصر بعد قناه السويس. يلا يا جماعه، عايزين نبقى الدخل الاول. يعني مصر تستحق كتير، مصر عملت كتير، واحنا نمتلك من المثقفين والموهوبين وكل الناس كويسين في كل المجالات اكيد. بالنسبه لحضرتك بقى، كنت منور مؤخرا في الصياد، كلمنا بقى عن ردود الفعل الجميله اللي وصلت لحضرتك من الجمهور. الحقيقه الصياد انا عملت دور العميد جلال، الرجل الثاني في جهاز امن الدوله، والناس الحقيقه كان ردود فعلها جميل جدا، ولدرجه ان بعضهم توقع ان انا الصياد في نص المسلسل كده، لان عمال اشخط في الضباط وعمال ازعق لهم، وكل ما واحد يقرب من الصياده ارجعه واحقق معاهم وحاجات كده. والمسلسل كان جميل، واستاذ احمد مدحت مخرج رائع، المنتجين احمد نور وخالد حلمي، ناس فنانين بجد. احمد مدحت كان بيدينا كلنا كل الحريه نتكلم ونتناقش، ولا الكاركتر انا شايف ان انا عاوز ازعق هنا، عاوز اعمل هنا. ما كانش عنده اي مانع انه يسمع وجهات نظر، ما بقاش وجهه نظره في الاخر. بس هو فنان محترم وخدمني ووجهني، والحقيقه كان دور جميل. المسلسل كمان كان رائع. يا رب ان شاء الله حاجات تانية كتير. يا ترى في مشاريع جديده حضرتك بتحضرها دلوقتي؟ والله في كلام كتير، احنا ما زلنا في شهر 10، احنا ستيل بلاننج. في عروض كتير، في مع الاستاذ سليمان خشاب، مع المخرج محمد علي، في سيت كوم اتعرض عليها النهارده. في حاجات كتير ان شاء الله، في عروض 6 أو 7 اعمال، ان شاء الله نختار الافضل ويتم منهم الافضل وينجح منهم الافضل يا رب. عايزين نعرف بقى سر اتجاه حضرتك للفن. حضرتك دكتور، كلمنا عن الموضوع ده بقى. انا مش دكتور بس، انا دكتوراه في الجهاز الهضمي كمان، انا دكتوراه في الطب يعني. يعني انا دكتور اصلا، بس وانا طالب في الجامعه من 5 سنين بس. كنت بمثل فريق مسرح في الجامعه، عملنا حاجات حلوه قوي. اخدت ممثل اول جامعات مصر برضه من 5 سنين بس. وبعدين اشتغلت بقى، اشتغلت ماجستير ودكتوراه وبشتغل في الطب يعني. وبعدين بما اني كنت بيقولوا شاطر شويه في الطب، بدات اعالج الفنانين، والفضل اني اعالج الفنانين لخالد يوسف، هو اللي كان بيعرفني على الفنانين. وبعدين بعد شويه الاستاذ كمال منصور والاستاذ محمد علي اخذوني في اهل كايرو عشان اعمل محامي اهل كايرو. نجح الدور يعني، المسلسل خد بعضه وخدني معاه ونجح. بس من هنا بدات بقى، انا عندي دلوقتي 21 مسلسل، اخرهم الصياد، اشهرهم حكايه حياه، كان دور ملفت وشهرني الحقيقه. ده العلاقه بين الطب والفن. وبعدين الدكتور لازم يبقى فنان. ما زلت اعمل بالطب، ما زلت اعمل باكل عيشي من الطب، انا اهوى الفن ما زلت، لكن يمكن احترف. موضوع قدري يعني، موضوع قدري طبعا. في اطباء كتير في الفن، واطباء عملوا علامات، دكتور يحيى الفخراني، دكتور خليل مرسي، الدكتور عزت ابو عوف، في ناس كتير طبعا سبقوا وحطوا علامات. دكتور ابراهيم ناجي، كبير شعراء الوطن العربي يعني. الطب والفن صنوان يعني، ما ينفعش دكتور ما يبقاش فنان حتى جوه نفسه، مش مهم يعمل بيه يعني، لكن هو جوه فنان، هو فنان في تشخيصه، فنان في علاجه، فنان في تعامله مع المرضى، فنان في تناوله للاشياء، حتى هو بيذاكر فنان، حتى هو بيذاكر. ميرسي حضرتك جدا، شرفتنا في دوشة فن. متشكر جدا، كتر خيرك، كل سنه وانتم طيبين، وان شاء الله نتقابل دايما في النجاحات ان شاء الله. شكرا، مع السلامه.